مباشر لهم على رقمهم يعني. على كل شغل اشتغل. حبيبي وليد. هي أكل أنت حرة. أيها المشاهدون الكرام، بعد أن أطلعنا كنا على هذه المعروضات التي عرضت في هذا المكان، التقينا مع عدد من الفنانين وأيضا يطلعنا على محتوى هذا اللقاء في هذا اليوم، وإن شاء الله سنطلعكم على كل جديد ما هو لدينا اليوم. معنا كبير أبو خالد وليد الجمل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اهلا بالامين. هلا حبيبي. اولا نهنئك بالسلامه على صحتك، والحمد لله اللي رجعت بلبستك ان شاء الله التراثيه التي كل ابناء الجاليات في بلاد الاغتراب الدنمارك تعتز بهذا الشماخ وهذا اللباس التي ترتديه. الله يديمه علينا. الله يديمه. حتى تظهر لكل الناس والمجتمع والعالم الذي يشاهدنا أن تراث فلسطين لن ينسى مهما طالت الأزمنة ومهما طال الابتعاد. أخ وليد، أنت اليوم ستشارك في هذا الاحتفال أو في هذا البازار، ماذا تقدم اليوم؟ اليوم يعني ما حنقدم وصلات فنية بسبب الأوضاع في غزة، تضامن معنا في غزة، سيكون بتنظيم البازار مجموعة غصن الزيتون للترشح الفلسطيني بالتعاون مع مجموعات فنية وثقافية، مجموعات بتنتج نوع من التطريزات والأعمال الفنية واللي حيتم بيعها والأرباح حتروح لدعم للشارع. إذا هذا البازار هو الرقم الأول أم الثاني؟ نعم، الأول لمجموعة غصن الزيتون، هذا أول تنظيم لنا. وماذا يوجد أيضا في آخر شهر شباط؟ أيضا يوجد أيضا بازار في منطقة النور برو هلل. هل ستشاركون؟ نحن حنكون موجودين بس كتنظيم نحن طبعا حنكون مش منظمين، لأن في عدة مؤسسات عم تنظم. أخ وليد، أنت اليوم بوجودك مع الفرقة التي أسستها، نعم، وهو غصن الزيتون. نعم. هل ستشاركون بعض المعروضات؟ لا نحن ما حنشارك بسبب الأوضاع في غزة طبعا. نعم. بس في فرق فنية حتشارك بأغاني وطنية. أشكرك. أعضاء الفرقة حيشارك ببيع الأكل. أشكرك أخ وليد على هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور نسيم المايسترو، أيضا معنا أبو درويش. اليوم إن شاء الله بوجودك طال الزمن وطال الحنين على سماع العود الذي تعزف عليه دكتور نسيم. اليوم القلب مجروح واللسان يعجز عن الكلام. ماذا تقدم اليوم حتى يستمعك
من هو جريح القلب؟ هو الاحتفال هذا مكرس لدعم شعبنا الصامد في غزة، وهو مهرجان مش ترفيهي، يعني مهرجان وطني بامتياز. رح نقدم مجموعة من الأغاني من ألحاني أنا وكلمات الشاعر المايسترو أبو درويش. نعم. رح نقدم من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. رح نقدم شيء لغزة، رح نقدم شيء لأم الشهيد، رح نقدم شيء لصمود شعبنا البطل في الأرض المحتلة. إن شاء الله سنستمع وسنحكم على ذلك. بعدين الفرقة اللي بتقدم هاي الأغاني اسمها فرقة جفرة للفنون الشعبية، رابطة الفنانين العرب في أوروبا. شكرا جزيلا أبو درويش المايسترو. اليوم من هم المشاركون في هذا الاحتفال في البازار؟ كما من ذكر هم؟ الدكتور نسيم الدقم، أول شيء فرقة غصن الزيتون، ونفس الوقت فرقة جفرة للفنون الشعبية، رابطة الفنانين العرب فرع أوروبا. أنا شفت في الإعلان أنه في عدد من المشاركين وفي أيضا بنات موجود أطفال يشاركون. فرقة غصن الزيتون راح يقدموا دكات فلسطينية في الحرية. إذا موجود يعني هذا الشيء. موجودين كلهم. أنا سؤال كنت تسأل الفنان الأستاذ وليد الجمل، لأنه هو اللي سألت المعلومات. نعم. أكثر من شخص وفي إلقاء كلمات وشغلتنا هنا. أشكرك جزيل الشكر. متى تبدأ الحفل؟ لدعم غزة العزة. بعد شوي، يعني بعد شوي إن شاء الله. الله يسعدك حبيبي. طيب عصام، أبو خليل نحييك على وجودك اليوم معنا. طبعا أنت اليوم معنا، نحن نعتز في المخرج الكبير أبو خليل. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله تعالى. كلياتها دعم لفلسطين. شكرا جزيلا. شكرا. هلا حبيبي، كيفك؟ كيف حالك؟ تمام، الله يسلمك. أستاذ خضير يعطيك العافية. يا مرحبا، اهلا وسهلا. طبعا أكبر صحفي في الدنمارك الأول منذ 35 عام. يا هلا مرحبا بك، الله يخليك. وجودك اليوم مشرف إن شاء الله. تسلم يا سيدي. حبيبنا أبو دكتور خضير. شكرا. تعال واحدة كم تسوي فيه؟ أنا ما لاقي شيء غير الخضار. ايوه، اهم حاجه. اصوركم بدون ابو الامين. بص رايحه من تحت. كيف طلع؟ بعتك عند معنا حبيبنا أبو سلطان الملساوي. حبيبنا شو أبو سلطان شو حبيبي أبو الياس. عملاق المايسترو والفن. الله يخليك. اليوم طبعا حتشاركنا لأول مرة في هذا البازار. والله لا، هاي ثاني مشاركه. شاركنا مع الفرقة هاي. مع يازو مع الدكتور نسيم. هاي ثاني مشاركه. طبعا انت عازف الايقاع واللي مقترح ايضا عدد من الايقاعات في ايقاع واحد كما شاهدت. هاي في عندنا مشروع صيانه كهربائيه وموسيقيه. طبعا المشروع ابو الياس يشمل عدد من الالات ام عدد واحد من الالات؟ لا، كل الالات الكهربائيه طبعا. يعني بس هاي اللي شفتها بالفيديوهات هاي كانت عباره عن مشروع صغير، يعني دمج 3 آلات بآلة واحدة. بس انا شفت كمان الاورج، انك انت بتضع عدد من صيانه لاي جهاز كهربائي بشكل عام. البيانو والاورج والدوزان، حتى الآلات الوتريه. كيف. واللي كان انا محيرني انه واحد عملاق زيك فنان وايضا مهندس لا تخجل، لانه احنا نعتز بهؤلاء الناس. نعم. هاي الادوات اللي بتركبها بالاورج والبيانو، هل تستطيع ان تحولها
من الآلة الغربية إلى الشرقية؟ لا، ما انت بتعرف انه في آلات شرقية بكون بحط فيها الربع تون، في آلات ما بكون فيها هاي الميزة، حسب انت شو بكون المامك غربي او شرقي. اما انه احول الآلة لهيك صعب جدا. ممكن مثلا الجيتار صار يغيروا له انه يشيلوا الشغلات فيه. شكرا جزيلا، الفرقة تناديك. وهاي اخونا شرفتونا بهذا البازار المتواضع الخيري لدعم أهل الزيتون للتراث الشعبي الفلسطيني والمسرح بهذا اليوم الاجتماعي الثقافي الوطني. وبرحب بكل من شارك من المؤسسات، انا مش حاضر اسماء وطنيين. وهلا بترك الميكروفون للاخت فاطمه وللاخ يوسف لحتى يحكوا على دعمها على وقتها معنا. كل الاخوه الموجودين، صبايا الشباب غصن الزيتون، الله فيكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. الان مع فرقه جفره. أخرج الظلام وأسحق السجون. يا لا لا يا لا لا يا 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 لا واجيب وطننا عيني عيني عيني. واجيب وطننا نسقيني واجيب وطننا نسقيني. شكرا. على الجبل. لوع الجمال قلبي لما نوى عالرحيل قلت يا جمال خذني كلنا دربي طويل. هي 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 لوع الجمال قلبي لما
ناوى عالرحيل قلت يا جمال خذني قال انا دربي طويل نزل الخيمة وارحل عائدا نحو الجليل نزل الخيمة وارحل عائدا نحو الهوى يما مويليا قلبي الخناجر ولا حب النادي فيها ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع مني راني بيضل عمري فتى يدر للحرية يما ويلي الهوى يما ويلي قلبي الخناجر ولا حكم النادي فيها يا ليل طاحت نادى واشهد على جراحي يا ليل طاحت نادى واشهد على جراحي ونزل سيف العيدان من كل النواحي اسمع يا ابو رعد. شاف الرادار عم يتعلم فيها راحت عليك يا ابو رعد. يما مويليا قلبي الخناجر ولا حب النادي فيها بارودي في جاه عالمي للعالي بارودي في جبل عالمي للعالي مفتاح درب الآمال
داوي لجروحي حكم الله داوي لجروحي وين عرم الله وين عرم الله والكي مسافر وين عرم الله يا تخاف من الله ما تخاف من الله داويك قلبي وما تخاف من الله وجفا وهي الرابع جفراء يا هالرابع شيل شيل حرك. وبالدورة أنا ولادي دارا حين نحب الأحياء كبكات ما أنتم دارا حين نحب الأحياء في كفي قصة زيتون وعلى كتفي عشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا منتسب القامة يمشي مرفوع الهامة يمشي منتسب القامة يمشي مرفوع الهامة يمشي في كفي قصف زيتون وعلى كتفي ماشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا يسعدك منافس، يسعدك. الله يسعدك. والله الواحد لما يشوفك يعني بيتأمل هيك بيقول والله فعلا الدنيا بخير. الله يديمك يا رب ان شاء الله، ان شاء الله طالما اهل غزه ان شاء الله يكونوا بخير، احنا ان شاء الله رح نكون بخير. والجرح لفلسطين وليس لغزة لوحده. يعني شو بدنا نساوي؟ بعين الله هاي الجرح يعني من 100 سنة. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. كل التحية والاحترام. الله يبارك فيك. شكرا. I am a child with something to say. Please won't you let me شكرا ريون. برفض عالزمان عصفور دل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. السلام عليكم، كيف حالك اخي ابو الامين؟ كيف صحتك؟ والله يعني جميع حلو كثير كثير كثير. اشتقنا لك ابو خالد. شيء بشجع. والله انت في البال. عودتنا لفلسطين ان شاء الله انت في البال والله. يعني انا